السلام عليكم. في ناس كتير عندها خلط كده انه سوء التغذية ده معناه ان الشخص ده رفيع. مش شرط. ممكن واحد اوفر ويت او وزنه زيادة مثلا ب20-30 كيلو عن الوزن الطبيعي، ومتشخص سوء تغذية عادي ملهاش اي علاقة انت تخين ولا رفيع، او وزنك كويس. سوء التغذية ده معناه ان انت مش مقسم يومك صح، وما بتوزعش الوجبات الغذائية بتاعتك بالقيمة الغذائية المظبوطة على مدار اليوم. ممكن واحد اكله كله سكريات، بس اكله كله سيمبل شوجر، حاجة اللي هو سنابونز ولا سكريات شوكليت، حاجة كده. ده كل ده غلط، بيعلي معاك الانسولين جامد، وبعد كده ترجع تجوع تاني بسرعة. فده آه، احد اسباب سوء التغذية. فبرضو وجب التنويه ان مش شرط عشان انت زايد في الوزن ان انت بتاكل كتير، مش شرط خالص. انت بشوية تنظيم في الاكل، بشوية تنظيم بتاكل ايه في الفطار، في الغداء، في العشاء، السعرات الحرارية عاملة قد ايه، بشوية عجز في السعرات الحرارية، بالقيمة الغذائية اللي انت بتاخدها، بشوية قواعد كده بتمشي عليها تقدر تخس. لكن سوء التغذية عموما مش معناه ان انت رفيع. ممكن بتاكل كتير بس سوء تغذية، ممكن بتاكل قليل وده سوء تغذية. ملهاش دعوة حتى بالكمية، هي معتمدة اكتر على انت بتاكل ايه، العنصر اللي انت خدته. فده برضو واجب التنويه عنه.